لو انت بتتعلم الماني او بتفكر تتعلم اي لغة جديدة، يبقى ده فيديو مهم جدا جدا ليك. النهاردة ان شاء الله هشارك معاك تجربتي او الروتين بتاعي اليومي. كل يوم كنت بعمل ايه عشان اوصل بكل بساطة من ال A1 او ال A1 لحد ال C1 او ال C1 في سنة واحدة بس. فأهم حاجة عشان تكون عارف في يومك هو الروتين بتاعك، انت بتعمل ايه عشان تتعلم. وده برضه اللي بيحدد او بيفرق الواحد مثلا بيوصل في سرعة قد ايه للمستوى اللي هو عايزه، الروتين بتاعك اليومي. فان شاء الله فيديو مهم جدا جدا ليك. صدقني مش هتضيع وقتك ولا هتستفاد جدا جدا. وخليك معايا لحد الاخر. يلا بينا. نبدأ بأول حاجة بقى، كنت بعمل ايه كل يوم الصبح. خليك عارف بس في البداية ان طبعا يعني المخ بتاعك الصبح بيكون نشط وفايق جدا جدا. فدي افضل طريقة انك تثبت اللغة في دماغك. ازاي؟ بكل بساطة عن طريق فيديو استماع صغير جدا. يعني انا مثلا كل يوم الصبح كنت بعد ما اصحى من النوم طبعا اصلي الفجر وافطر والكلام ده كله، كنت اول حاجة في الالماني بسمع فيديو من 10 دقايق لربع ساعة بالالماني على اليوتيوب. ممكن مثلا مع ايز جيرمان او اي حاجة، عشان ان انا بس ان انا اسخن العقل بتاعي. وبرضه في نفس الوقت كنت بثبت اللغة في دماغي. لأن طبعا زي ما قلت من شوية العقل في الوقت ده بيكون نشط وفايق جدا، فحرفيا اي حاجة هتسمعها هتثبت يعني على طول في دماغك على طول. دي حاجة. الحاجة التانية كنت بقرأ برضه كل يوم من صفحة لصفحتين من كتاب. يعني لو انت مثلا مستواك في الاتس تقريبا او في البي اينز، ممكن مثلا تقرأ من كتاب زي في مثلا كتاب اسمه كافيه ان بعلين. او لو انت مثلا مش معاك اي كتاب خالص، ممكن تدخل على شات جي بي تي او اي وتقول له مثلا اللي انت عايز نص القراءة في الاتسفاي او في البي اينز، وهيكتبه لك وتبدأ تقرأ. واهم حاجة من ده كله بعد ما تقرأ لازم تسجل كل كلمة جديدة بتعدي عليك. يعني مثلا في الاستماع اكيد طبعا هيعدي عليك كلمات كتير جدا جديدة، وبرضه في القراءة هيعدي عليك برضه كلمات كتير جدا جدا جديدة. فأهم حاجة عشان مستواك يتطور مع الوقت، أي كلمة جديدة هتعدي عليك سجلها معاك. ممكن مثلا تسجلها في أي نوت صغيرة، وبعدين كده تنزل تطبيق اسمه أنكي. اسمه أنكي ده بتحمله مع المتجر عادي جدا. ده مثلا بيساعدك إنك تحفظ الكلمات بطريقة ممتازة جدا من غير ما تنساها خالص، وتحط معاها صور عشان تفتكرها. تمام. يبقى اول حاجه هتسمع فيديو كل يوم لمده 10 او ربع ساعه، تمام، مع ايزي جيرمان او اي حاجه تانية على اليوتيوب اللي انت بترتاح معاه مثلا، او مع الاشبخاخ كافيه اي حاجه. رقم اتنين، هتقرا نص كل يوم الصبح، صفحه او صفحتين، ما تكترش خالص، عشان بس مجرد انك يعني تسخن او تفتح عقلك على الصبح. اما بقى بعد الظهر فبيبدا اهم جزء في اليوم كله، وهو بكل بساطة اني بذاكر القواعد. ودي طبعا اهم حاجة في اليوم، عشان ديت اللي بتخلي ان انا مستواي يعلى شوية في اللغة. فمثلا اول حاجة من النص ساعة اللي انا كنت بخصصها اللي هي بعد الظهر ديت، طبعا اول حاجة واهم حاجة ان انا اراجع او اذاكر على الكلمات اللي انا خدتها قبل كده عشان ما انساهاش. فمثلا كل يوم كنت مخصص لنفسي تقريبا وقت معين او عدد كلمات معين ان انا كل يوم اراجعه، عشان بكل بساطه ان انا منساش ودايما اكون فاكر الكلمات وتكون حاضره على دماغي. مثال، لو انا مثلا الكلمات بتاعت اللي انا حفظتها قبل كده حطيتها مثلا على برنامج زي انكي، كنت مثلا كل يوم بفتح برنامج انكي واراجع واحفظ كل كلمات تاني، او اراجع عليها كده او اقراها بس مراجعه سريعه بالجمل اللي انا كنت مسجلها او حافظها مع كل كلمه. رقم اتنين، كان بيبدأ برضو جزء مهم جدا جدا في النص ساعة اللي هي بعد الظهر، وهو مراجعة أو مذاكرة الجرامر. لو أنت مثلا بتذاكر مع مستر شحات أو مع مستر خالد بوزان، فأنت أكيد كل يوم ليك فيديو بتسمعه. فأنا بقى كنت مخصص من نص ساعة ديت الجرامر أو الفيديو بتاع الجرامر مع مستر خالد بوزان، وكنت بسجل كل كلمة بتتقال بالظبط في الفيديو. وبعد كده طبعا بعدين براجعها تاني زي ما كنا بنعمل من شويه. وبرضو اهم حاجه ان انا اكون بطبق. يعني مثلا لو أنا النهارده مثلا اتعلمت مع خالد بوزار او مع مستر شحاته ان انا مثلا ابني جمل بأوبفول او بفايل، فلازم بعد ما اخلص الدرس ده اعمل او ابني كلمات او ابني جمل من دماغي بأوبفول او فايل عشان تثبت جوه دماغي. حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني أنا مثلا ابني حوالي 5 او 6 جمل، وبرضه طبعا بذاكرها او بضيف الجمل دي كلها في برنامج انكي عشان بعد كده اعرف ان انا ارجعها تاني. واحيانا برضه في بعض الاوقات لما احس ان انا مثلا مضغوط شويه او متضايق شويه من كتر ان انا بقى بتعلم وكده، كنت مثلا بخصص برضه لو مثلا ربع ساعه او 10 دقايق للعبه زي دولينجو او اي حاجه زي كده. لان على فكره عشان تكون عارف افضل طريقه انك تتعلم بيها وقت ما انت تكون بتلعب او بتتسلى. فدولينجو برضه ممكن مثلا، بس مش حاجه اساسيه، ممكن مثلا تخصص منه كل يوم لو 10 دقايق بس،
تتعلم كلمات جديدة معاه، لان هو بيعلمك عن طريق لعبة. فده حرفيا بتفرق معاك جدا في التعلم، وانت اصلا بتتعلم وانت فرحان وكده. تمام. فبرضه ممكن تخصص وقت من يومك لو 10 دقايق بس انك تتعلم مع دولينجو، ولو حتى 5 كلمات جديدة او اي حاجة. في اخر اليوم بقى يا صديقي بالليل كنت بعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي ان انا شايفها هي من اهم اصلا حاجة في اللغة، وهي الممارسة، انك تتكلم. طبعا بالليل كنت بفتح ان انا اتكلم مع المانيا مثلا على برنامج زي هالو توك او تاندم او كلاب هاوس. بتكلم مثلا مع اشخاص المان بيحبوا مثلا هم يتعلموا عربي وانا بتعلم الماني. فعندك هالو توك ده موقع مخصص جدا للشبخاخ او ستاوش او تبادل اللغات. يعني مثلا الشخص الالماني هناك بيحب مثلا ان هو يتعلم عربي وانت عايز تتعلم الماني، فانت ممكن هناك يعني تتكلم مع عربي وهو يتكلم معاك الماني وبرضه تتعلموا اللغه مع بعض. وفي هناك برضه ناس كتير جدا جدا مصريين وعرب عايزين يتعلموا برضه الماني، فانتوا مثلا هناك ممكن تمارسوا اللغه مع بعض، تتعلم مثلا هناك معاهم. فحرفيا كان مجتمع يعني جامد جدا جدا على برنامج هالو توك، وبجد اتعلمت منه كتير. ودي من اهم حاجه في اللغه، انك تتكلم الاشبخاخ، انك تعمل übung للغه. لان يا صاحبي اللغه عامله زي السواقه بالظبط. اللغه نفس السواقه بالظبط. لو انا مثلا جيت لك اديت لك كتاب قلت لك عشان تسوق هتعمل 1 2 3، تمام، وقعدت بقى سنة تعمل الكلام ده كله كل يوم تقرأ ازاي انك تسوق العربية او تدور العربية. جيت بقى النهاردة قلت لك خد سوق العربية يلا، هل هتعرف تسوق؟ استحالة. فلازم تمارس اللغة، لازم تمارس، دي اهم حاجة في اللغة. übung macht den Meister. وان شاء الله برضو هعمل فيديو مستقل لوحده عن ازاي كنت بمارس اللغة بالظبط، وايه افضل الطرق لممارسة اللغة، وانك تحترف اللغة في وقت صغير جدا. حتى لو انت لسه بادئ بتتعلم اللغة برضه ممكن تحترف اللغة او تتكلم لو انت حتى مستواك في الاتسفاي او في البي اينز. في حاجة كمان برضه كنت بعملها بالليل، وهي ان انا مثلا قبل ما انام كل يوم كنت بكتب حتى لو 5 جمل بالكلمات اللي انا اتعلمتها النهاردة. يعني مثلا على سبيل المثال كنت بكتب مثلا heute war ein schöner Tag او ich habe so viel gelernt. فاكتب، حاول تكتب على قد ما تقدر عشان برضه انك تجري ايدك في الكتابة وتمارس اللغة في الكتابة بالحاجات اللي انت اتعلمتها النهاردة. او ممكن مثلا تكتب يومك كان عامل ازاي، طبعا قبل ما تنام اكتب مثلا كده كراس او كشكول واكتب يومك كان عامل ازاي، اشرح لنفسك كده بس حتى لو تكتب 7 جمل او 5 جمل حتى عشان انك تمارس اللغة وايدك برضو تمشي في اللغة. اما اخر حاجه بالليل بقى يا صديق، كنت في اوقات مثلا لما الاقي نفسي فاضي كده او عايز ان انا اسمع فيلم ولا حاجه، كنت بسمع مثلا فيلم بالدوتش مثلا زي نيكوس فيج. او مثلا كده كان في مسلسل جامد جدا جدا، بس طبعا ده مستوى متقدم شويه. عندك مثلا زي اسمه تيغي بس اونتاس داخ، ده مسلسل اوف دويتش، بس طبعا ده متقدم شويه. طبعا عندك حاجات كتير جدا جدا على اليوتيوب، ممكن مثلا تشاهد مثلا يعني حاجات مخصصه للمتعلمين. لو انت مثلا لسه في البدايه ممكن تكتب على اليوتيوب ان انت عايز تمارس او تسمع فيلم مثلا لمستوى الاتسفاي، وموجود حاجات كتيرة جدا. وطبعا ده كان ملخص الروتين بتاعي اليومي. طبعا الروتين بتاعي طبعا ممكن ما يمشيش معاك، انت ممكن مثلا تعمل اي روتين تاني خاص بيك انت، بس ده كنت اللي انا بعمله كل يوم لحد ما وصلت لتسي اينس. فانت مثلا ممكن بقى تجرب كده كذا حاجة، والروتين اللي ينفع او يمشي معاك كمل واستمر عليه لحد ما توصل لتسي اينس ان شاء الله. اخر حاجة بقى يا صديقي، وهي طبعا ده كله مش بياخد في اليوم كله، عبارة عن ساعتين بس مش اكتر يعني. تمام. طبعا انت ممكن تعمل روتين اللي يناسبك زي ما انا قلت، فده الروتين اللي كان مناسبني انا. فلو تحب تعمله برضه سجل عندك واعمله مفيش مشكله خالص. وبرضه خليك عارف نصيحه بقى كده مني ليك في الاخر يعني، اللغه يا جماعه ما حدش بيتعلمها في يوم ولا في اسبوع ولا في شهر. اللغه دي بالظبط عباره عن خطوات، كل يوم حاجه، كل يوم بتاخد خطوه جديده انك تتعلم اللغه دي. يعني مثلا لو انت كل يوم بتكتب او بتتعلم 5 جمل جديده، شوف بقى على مدة شهر هتكون اتعلمت 150 جملة. هيفرق معاك جدا جدا جدا. فأهم حاجة استمر، لأن للأسف يا جماعة مش كل الناس بتستمر للأسف. وكلمة السر استمر. صدقني عايز توصل استمر، حتى لو كل يوم تاخد خطوة بس بطيئة، بس مش مشكلة، استمر أهم حاجة وإن شاء الله هتوصل. بس كده يا صاحبي، فلو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وبرضه ما تنساش تقولي في التعليقات ايه هي اهم حاجة بتعملها في روتينك اليومي عشان كلنا نستفاد من بعض برضه. بس كده، فيا رب نكون استفدنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تشوس bis zum nächsten Mal.